النهارده هتكلم عن الاغاني، وانا مش جاي اقولك انها حرام لاننا كلنا عارفين ده، سواء من القرآن بقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث هنا هو الأغاني، ومش أنا اللي فسرت ده سيدنا ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه أعلم الناس. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ودي أدلة صريحة عشان نخف الجدل، لكن خلينا نفكر سوا. أنت اتعلمت إيه من الأغاني غير الشقط والألفاظ والإباحية وإطلاق البصر وقلة الأدب وغيره؟ واللي هيقول لي في الطيب منها أقول له أعمل بيه إيه؟ لما أسمع أغنية بتحرك مشاعر جوايا وأنا كشاب مستحيل أقدر اطلع المشاعر دي في الحلال دلوقتي، فاكيد هلجأ لطرق تانية حرام افرغ فيها المشاعر دي، زي الارتباط والعلاقات المحرمة والشات مع بنات وغيره. وانت فاهمني كويس، هتقول انا بسمع عادي والدنيا تمام. هقولك ده مش صح وانت مش تمام، لان اي حاجة بتسمعها بتأثر على تفكيرك وعلى عقلك بشكل واعي او بشكل غير واعي. في كل الاحوال مخك بيتأثر بيها. وللاسف شفت اثر الاغاني دي على شباب ورجال وناس كبيرة جدا، حرفيا حاجة في غاية البشاعة. ربنا يعافينا ويعافيك. ومش عاوز افسر اكتر لانك هتلاقي اغلب الذنوب والقرف اللي في المجتمع بدأت من عند الأغاني. وخلينا أأكد لك إنك فاهم وعارف كويس إن الموضوع حرام وبشع. يلا بينا دلوقتي ندعي ربنا يحشرنا مع المغنيين يوم القيامة. أتحداك إنك تقدر تأمن ورايا، وده ببساطة لأنك عارف دول هيحصل فيهم إيه يوم القيامة. طب قولي أعمل إيه لما أحس إن حزين وعايز أسمع أغاني؟ بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ يعني بدل ما تجري على الصلاة ولا القرآن وتهرب من دنيا صعبة إلى ربنا وتقعد تشكي له وتطلب منه، تروح للأغاني واللي هي أصلا سبب تعاستك من البداية. وسيبك من كل ده، عاوزك تتخيل معايا وانت حاطط الأغاني في ودنك وفجأة شفت ملك الموت قدامك. تتوقع دي حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ من شوية وانا بقلب في اليوتيوب شفت فيديوهات لشباب ماتوا على الأغاني. سوء خاتمة، حاجة ترعب والله العظيم. في اللي منهم قبل ما الروح تطلع والناس بتلقنه الشهادة مش راضي يقولها وردد الأغنية ببساطة: من عاش على شيء مات عليه. وقبل ما تفكر هي الأغاني حلال ولا حرام، روح اسمع كلام ربنا الأول وافهمه وتدبر فيه كويس. ساعتها والله العظيم هتلاقي نفسك وهتلاقي اللي ضايع منك من زمان. وصدقني عمرك ما هتعرف تسمع حاجة تانية بعدها. وده ببساطة لأن القرآن فيه شفاء للقلوب. من اللحظة دي تمسح كل أغنية عندك على الفون وتتوب. هتقولي إن صعب، هقولك وإيه يعني؟ هو أنت عايز تخش الجنة بالساهل من غير تعب؟ ربنا بيحب العبد اللي بيضحي عشانه، فضحي عشان ربنا يحبك واعمل عشان اليوم ده جاي. اللهم أحسن خاتمتنا. سلام.